كل يوم يضحي معظم الناس دون علم منهم بأعظم لحظات حياتهم. إنها مأساة حقيقية. لا يدركون أبداً قيمة الوقت الذي يضيعونه في أشياء لا تقدر. بينما لا يزال الجميع غارقاً في نومه، هناك شخص آخر يستيقظ مبكراً، يعمل على تطوير نفسه، يبني عقلاً أقوى، ويصقل إرادته، ويقترب خطوة من حلمه الكبير. بينما تضيع وقتك في التصفح أو الاستهلاك، هناك شخص آخر يكرس وقته لبناء مستقبل عظيم. وتماماً كما تقوله لنفسك سأبدأ غداً، هو قد بدأ بالفعل اليوم. ومر عام رأيته يحقق نجاحاً كبيراً، ومرة أخرى كررت لنفسك نفس الكذبة: في العام المقبل سأبدأ حقاً. لكن هذا العام المقبل لا يأتي أبداً، إنه مجرد وهم في عقلك. هذه حقيقة يجب أن تظل في ذهنك إذا كنت جاداً في التغيير. أعظم قادة العالم وأصحاب الإنجازات الاستثنائية يتشاركون سلاحاً واحداً: ليس الحظ، ليس الموهبة، إنه 5 صباحاً. تلك الساعة الذهبية التي تملك فيها القوة الحقيقية. في تلك الساعة يتحقق الهدوء، ويكون عقلك في أقوى حالاته، والفرص أمامك بلا حدود. العلوم تقول أن الدماغ يعمل بشكل أسرع بنسبة 45% في الساعة الأولى بعد الاستيقاظ، لكن معظم الناس يهدرون هذه الساعة الثمينة. كل مرة تضغط فيها زر الغفوة تهدر أقوى طاقتك، وتبدل لحظات من الراحة الزائفة بشيء لا يمكنه أن يحقق لك أي شيء حقيقي. بينما تتردد، الشخص الذي كنت ترغب في أن تكونه قد بدأ يومه بالفعل. اليوم هو نقطة التحول. اليوم تبدأ بناء مستقبلك. ضبط منبهك على 5 صباحاً ليس لمجرد العمل، بل لامتلاك وقتك واستعادته. اجعل أول 60 دقيقة من يومك مقدسة. رطب جسمك، تحرك بحيوية، حدد هدفاً واضحاً لهذا اليوم. خلال 30 يوماً القادمة حافظ على هذه الساعات الثمينة، لأنها تمثل بداية طريقك نحو النجاح، ولأن مستقبلك يتوقف على هذه اللحظات. بعد 5 سنوات ستجد نفسك إما ممن غيروا حياتهم أو ممن ضيعوا 1825 شروق شمس وهم في انتظار الوقت المناسب. حياتك هي مجموع اختياراتك. الاختيار يبدأ الآن. لا أحد سيأتي لينقذك، ولا أحد سيبني حلمك غيرك. في النهاية ستجد نفسك تقف أمام نفسك السابقة. إذا كنت مستعداً حقاً للتغيير، إذا كنت مستعداً لترك العام الذي يمر من دون تغييرات، فعليك أن تبدأ الآن. العالم لا يحتاج منك نسخة أكثر كمالاً، بل يحتاج منك نسخة أكثر انضباطاً، يقظة وحماساً. إذا أثرت فيك هذه الرسالة، وإذا كنت مستعداً لالتزام حقيقي، علق بكلمة مهندس 5 صباحاً، وابدأ من الآن. وتذكر، كل رحلة عظيمة تبدأ بحجر واحد، فلتكن هذه البداية هي الحجر الذي يبني مستقبلك.